السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم وإياها من مخالفة أمره وعصيانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بهذا النداء الخالد نادى الله عز وجل البشرية ونبههم إلى أمرين: الأولى وحدة الرب عز وجل، فهو رب الجميع، الأصفر والأخضر والكبير والصغير والأسمر والعالم والجاهل والمرأة، فهو رب الجميع. والأمر الثاني نبههم عز وجل إلى وحدة الإنسانية، وأن أصل الإنسان من أب وأم، وأن العلاقات الإنسانية هي مأمور بها ترقى بالتقوى وتبتعد بالقطيعة والعياذ بالله. ولذلك نادى الله عز وجل البشرية بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم نادى ربنا عز وجل أهل الإيمان بنداء خاص: واتقوا الله الذي تساءلون به. في الأولى قال الله عز وجل: اتقوا ربكم، وفي الثانية: واتقوا الله. في الأولى توحيد للربوبية، وقد كان أهل الشرك يؤمنون بربوبية الله عز وجل. أما في الثانية فهو أمر خاص وتقوى خاصة لأهل الإيمان: واتقوا الله في وحدة الألوهية. إن أردتم أن توحدوا الله عز وجل وأن تفردوا الله عز وجل بألوهيته فلا بد لكم أن تصلوا الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. مطلع على أعمالكم ومطلع على أفعالكم ومطلع على صلاتكم. اتقوا الله عز وجل عباد الله. وقد أمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام التي يشوبها شائبة في هذه الأيام. كم من أخ يقطع أخاه، وكم من أخ يقطع أخته وعمه، بل من الناس من يحسب على الإسلام من يقاطع أباه وأمه. بل تعدى الأمر إلى أن يضرب الرجل أباه.
ويشتم الرجل أمه. هذا والله الذي لا إله غيره ما سرى في أمة إلا وكان نهايتها الوبال والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فالذي لا يحسن لذي القربى لا يعبد الله عز وجل حق العبادة. ولذلك قال: واتقوا الله، ولم يقل واتقوا ربكم في الثانية. واتقوا الله في وحدة ألوهيته الذي تساءلون به، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الأرحام أيها المؤمنون التي قال الله تبارك وتعالى في نهاية سورة الأنفال فيها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. رتب الله عز وجل عطاء ما بعده عطاء لمن يصل رحمه، ووصف الله عز وجل من يقطع رحمه بصفات والعياذ بالله: ضال وخاسر وناقض للعهود وملعون وفاسد في الأرض. كل ذلك سندلل عليه من خلال الآيات. أما بأمر الله عز وجل الذي أمرنا بصلة الأرحام فقد قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أمر الله عز وجل بصلة الأرحام، وكذلك بين لنا عز وجل صفات من يقطع الرحم، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. الأمر أيها الكرام جد خطير. الأمر جد خطير على الإيمان الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. مفهوم مخالفة الحديث أن الذي لا يصل رحمه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، مفهوم المخالفة للحديث. ولذلك من الإيمان ومن التقوى أن يصل الإنسان رحمه. والسؤال: من هم الأرحام؟ من هم الأرحام الذين يجب أن نصلهم، وأن القطيعة بهم كبيرة من الكبائر، كما نص على ذلك الإمام القرطبي في تفسيره. قال: وأجمعت الأمة على أن صلة الرحم واجبة، وأن قطيعة الرحم من الكبائر. الرحم ينقسم إلى قسمين: رحم محرم أو مغلظ، ورحم عام. الرحم المغلظ هو الذي لا يجوز أن تتزوج
منهم أو يتزوجوا منك وهم الآباء وما علوا، الأب والجد وما علوا، والأم وما سفل، والابن وما سفل، والأخوات والعمات والخالات والأعمام والأخوال، هؤلاء رحم مغلظة لا يجوز بأي حال من الأحوال قطيعتهم. لا عذر للإنسان حتى ولو كان لك الحق كله، لا يجوز قطيعتهم. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. كثير من الأرحام من يدخلك السجن، كثير من الأرحام من يسبب لك المشاكل، كثير من الأرحام من يوقع بينك وبين زوجتك وبينك وبين أولادك، فهل تجوز قطيعتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع، لئن كنت كما ذكرت فكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار، كأنك تطعمهم رمادا حارا من شدة الوزر والإثم الذي يلحق بهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت تصل الرحم والرحم يقطعك، ما دمت تصل وتحسن إلى الرحم والرحم يزداد سوءا، ما دمت تصبر عنهم ويزيدون أذى، لا يزال لك من الله ظهير، عون ومساعدة. لكن يوم أن نقابل القطيعة بالقطيعة والإساءة بالإساءة فلا عون من الله عز وجل. أعظم الرحم الأب والأم، والذي قرن الله عز وجل عبادته بالإحسان إليهم. أخذ الله عز وجل العهد على بني إسرائيل عهدا مغلظا بأن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، عهد من الله تبارك وتعالى. أما أمة محمد فالله تعالى قال: واعبدوا بالأمر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن يا إخواننا، اتفقت الأمة، كل الأمة، على أن قطيعة الرحم المغلظ كبيرة من الكبائر، واختلفوا في الرحم العام، بنت العم، بنت الخال، ابن العم إلى آخر ذلك. فقال بعضهم: هو من السنة التي يجب أن نصلها، من السنة التي يجب أن نصل بها الأرحام. والبعض قال: لا، بل كل من ترتبط بهم بقرابتك هم من الأرحام الذي لا يجوز قطيعتهم. على كلا الأحوال العلماء قال: لا يجوز قطيعة الرحم، سواء كان رحما مغلظا أو رحما عاما. وعلى ذلك انهالت علينا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلها الله، ومن قطعها الله. وفي حديث آخر: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، أي قطعته. أن يقطع الله عبدا فهذا شيء كبير، ولذلك رتب الله عز وجل عطاء عظيما على من يصل الرحم. اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة الرعد:
اسمع هذه الآيات بقلبك وفكر بها بعقلك. قال الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الأرحام أذوهم، الأرحام سجنوهم، الأرحام فعلوا بهم الأفعلين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. والأرحام جنات عدن يدخلونها ومن صلح من الأرحام ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما الذين ينقضون عهد الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. السؤال الكبير: ما السبب في أن الناس يقطعون أرحامهم؟ لماذا؟ أسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكنني أذكر سببا واحدا، وهو تأخير توزيع الميراث. تأخير توزيع الميراث أو الجور في توزيع الميراث. لاحظ الآية، أول آية قرأتها هي صدر سورة النساء، ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى 4 آيات في هذه السورة تتعلق بالميراث. الأولى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إلى أن قال نصيبا مفروضا. إذن نهاية الآية قال نصيبا مفروضا. الآية الثانية: للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نهاية الآية: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الثالثة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نهاية الآية: وصية من الله، وصية من الله والله عليم حليم. الرابعة آخر السورة: يبين الله لكم أن تضلوا. الذي لا يوزع الميراث ضلال، الذي لا يعطي البنات حقهن ضلال. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. في أعقاب هذه الآيات ال4 ماذا قال الله عز وجل؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. توزيع الميراث هو سبب قطيعة الأرحام. وكم من أخ كبير استولى على ميراث والديه ولم يعطهم شيئا، أو أعطى البنات 1000 دينار وقال لها خلص يعني سامحي أخوتك. هذا ليس بشرع الله. إخواننا الكرام، سؤال صغير، اسأل نفسك: أنت تحب أولادك لا شك، لكن هل تدخل النار من أجل أبنائك؟ تدخل النار من أجل أبنائك؟ فكر. الدنيا زائلة، الدنيا دار ممر، لدار المقر هناك المقر، هناك الحساب. لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن تأخذ أموال الميراث ولا أن تجور في الميراث
والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة، سبب القطيعة أعظم، أكثر أسباب القطيعة هي عدم توزيع الميراث. فاتقوا الله الذي كررها الله عز وجل مرتين في صدر السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أقول ما تسمعون وادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الكرام، يعتقد الغرب أو الشرق حينما يحرقون كتاب الله عز وجل أنهم يخفون كتاب الله عز وجل ويمسحونه من الوجود. خاب ظنهم، فكتاب الله عز وجل مغروس في قلوبنا. وانظر إلى دقة تعبير الله عز وجل حينما وصف القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا. وقال عن الروح: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في القرآن أمرا من عندنا يسأل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والثانية قل الروح من أمر ربي. كلاهما نفس الشيء. ما الفرق بين روح الإنسان وروح القرآن؟ الإنسان بدون روح جثة، لا يقال عنه إنسان إلا إذا كان فيه روح، فإن خرجت الروح أصبح جثة هامدة، فإن دخلت به الروح أصبح إنسان. لكن من هو الإنسان في أعلى درجات الإنسانية؟ الذي خالطت روح القرآن روحه فيصبح إنسانا في أعلى درجات الإنسانية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إنسان بشر، لكن لما جاء روح القرآن وصار في كيانه عجن الجزيرة العربية عجنا، بل أوقظ أمة، بل أصبحت أمة من خير الأمم. في غضون 95 عام وصلنا لحدود الصين. ليه؟ لأن هذه الروح سرت في الأمة فأيقظت الأمة تماما كالروح. إن دخلت الروح الإنسان بيصبح يسمع ويبصر وينظر، لكن إن دخل روح القرآن قلوب العباد يرفع الله تبارك وتعالى هذه الأجساد وهذه الأمة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله سبحانه وتعالى أحيا الأمة بهذا القرآن في زمن بسيط يسير. الله سبحانه وتعالى فتح الروم وفتح الفرس في زمن بسيط، حينما حيا الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن. وهذا المسجد العامر بكم وبأبنائكم فيه مركز للقرآن الكريم من أنجح مراكز القرآن في غرب غزة. سيحتفي وسيحتفل بأهل القرآن في هذا المسجد قريبا بإذن الله تعالى. سنحتفي تقريبا ب14 حافظا للقرآن الكريم في هذا المسجد. 4 حفاظ سردوا القرآن على جلسة واحدة. في هذا المسجد يؤمه أكثر من 200 طالب يحفظون القرآن الكريم. وبالتالي لا بد لنا جميعا أن نقف مع أهل القرآن وأن نكون من أهل القرآن، وأن حرق القرآن دافع لنا لأن نكون من هؤلاء
من حفظة القرآن وممن يعملون للقرآن. ولذلك إخواننا الكرام، إخوانكم يهبون بكم أولا دعم المركز، وخاصة أننا سنكرم أهل القرآن وحفاظ القرآن، والدال على الخير كفاعله. أنت حينما تكرم حافظا للقرآن إنما هو دعما لنشاط القرآن ولكلام الله عز وجل، فالله تعالى يثيبك على ذلك. أحبابنا الكرام، كذلك من الأمور الواجبة للإنسان أن يجعل له صدقة جارية. من الصدقة الجارية أن ندعم مركز القرآن حتى لو بشيء بسيط جدا، لكن يبقى الإنسان دائما في الإنفاق حتى ننشر كلام الله تعالى، نحفظ ونعلم ونتحلى بأخلاق الله عز وجل. فإن تحلينا بأخلاق الله التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه نصرنا وآوانا وأعزنا وأخلفنا في الأرض. ولذلك حب القرآن ودعم القرآن دين ندين به إلى ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سدرا وحجابا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذانا وعادانا وحاصرنا وقاتلنا وتآمر علينا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم ومن والاهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا منتقم يا قهار يا قوي يا عظيم يا الله. اللهم رد لنا أوطاننا وأقصانا. اللهم فك قيد المأسورين، اللهم فك قيد المأسورين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم احفظهم واحفظ أموالهم واحفظ أولادهم واحفظ عائلاتهم. اللهم يا ربنا عليك باليهود فإنهم آذوننا، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنت يا مؤذن أقم الصلاة.